يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في أماكن في العالم ده المنطق فيها بينتحر والحقيقة بتتحول لكابوس ملوش تفسير. هنشوف ستات سجنوا رقبتهم في حلقات نحاس طول العمر، وهندخل جلسات علاج تحت الرجلين كأن الروح بتتسحب من الوجع. حكايات بتبدأ من أنهار الهند اللي بتغسل أرواح البشر، وبتنتهي عند كاهن بيتحكم في الناس بسلاسل حديد غريبة، وحتى القطر هناك بيمشي وسط البيوت كأنه واحد من العيلة. جهز نفسك، لأن اللي هتشوفه دلوقتي هيخليك تشك في كل حاجة كنت فاكر إنك عارفها. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب تقاليد الجمال اللي بتعملها الستات في شمال آسيا، زي في الفلبين مثلا وتايلاند. البنات بتعمل حاجات غريبة جدا، بيجيبوا حلقات وبيحطوها في الرقبة، وبيقولك كل ما الرقبة تكون طويلة كل ما جمال الست يكون أكتر. علشان كده بيفضلوا يحطوا الحلقات دي. واللي كتير ما يعرفوش إن الحلقات دي مش بتطول الرقبة فعليا، دي بتبدأ تضغط على عظم الكتف والقفص الصدري لتحت، فبتوهمك إن الرقبة تولت، لدرجة إن وزن النحاس ده ممكن يوصل ل10 كيلو. والست لو قلعت الحلقات دي فجأة رقبتها ممكن ما تستحملش وزن راسها. سيبك بقى من الرقبة واسنانها، وتعالى شوف اللي بيسلم جسمه كله عشان يتداس عليه بالرجلين. تعالى بقى أوريك أغرب أنواع العلاج الطبيعي اللي موجودة في اليابان والفلبين، واللي بيسموها الدعك بالرجلين. أيوة، مش عايزك تستغرب. لو عندك آلام في ظهرك أو عندك آلام في الفقرات هتنام وهيدعكوك برجليهم، وبيقولك الرجلين بتطلع الوجع. والسر هنا في الضغط العالي اللي بتعمله كفوف الرجلين، لأنها بتفتح مسارات الطاقة وبتحرك الدورة الدموية في العضلات العميقة اللي الإيد العادية ما بتقدرش توصل لها. ولدرجة إن المعالجين دول بيتمرنوا سنين عشان يتعلموا إزاي يوزعوا وزن جسمهم بالملي عشان ما يكسروش ضلوعك. سيبك بقى من الوجع وفك الظهر، وتعال نشوف المية اللي بتغسل أرواح البشر. تعال بقى أوريك أغرب الأنهار اللي موجودة في الهند، واللي كفيلة إن هي تمسح أي خطايا في حياتك. مش عايزك تستغرب، الناس في الهند عندها اعتقاد إن المية دي بتقدر تمسح الخطايا. واللي يجننك إن نهر الجنج ده مش مجرد مية عندهم، ده بيعتبروه إله حي، وبيروح له أكتر من 20 مليون إنسان في يوم واحد في مهرجاناتهم الكبيرة، لدرجة إنهم بيصدقوا إن غطسة واحدة فيه كفيلة تنهي دورة التقمص وتخلي الروح تتحرر للأبد، بغض النظر عن حالة المية نفسها. سيبك بقى من غسيل الذنوب والمية، وتعال نشوف اللي بيربط نفسه بالسلاسل عشان يفتح باب الرزق. تعال بقى نرجع لشمال الهند ونشوف أغرب كاهن موجود هناك، واللي عامل ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة، وبيعمل حاجات غريبة جدا والناس بتروح له من كل مكان، لدرجة إن في ناس بتربط نفسها بالسلاسل بالطريقة اللي انت شايفها قدامك، وبيخليه هو اللي يفتح لها السلسلة، وبيقول إن هو بيطرد الحسد وبيجيب الرزق. واللي يخلي عقلك يقف إن الناس دي ممكن تفضل مربوطة بالسلاسل والقفول دي لأيام وساعات طويلة في عز الشمس، ومحدش مسموح له يلمس السلسلة أو يفكها غير الكاهن ده بنفسه وبطقوس معينة. سيبك بقى من الكهنة وفك السلاسل، وتعالى أوريك القطر اللي بيمشي في نص صالون بيتهم. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب شارع في العالم، والشارع ده موجود في فيتنام وبيسموه بشارع القطر أو سوق القطر. الشارع ده يا سيدي غريب جدا، حجمه صغير ولكن بيعدي جواه قطر وفيه كل الخدمات اللي انت بتحتاجها، والناس بتروح تقعد جواه وبتتصور جنب القطر. ايوه زي ما انت شايف كده. واللي يوقف القلب فعلا ان القطر بيمشي على بعد سنتيمترات من كراسي القهاوي، لدرجة ان الناس بتشيل بضاعتها وترفع رجليها اول ما تسمع السرينة، وفي ثواني القطر يعدي والحياة ترجع طبيعية كأن مفيش اي حاجة. سيبك من قطر فيتنام وتعالى شوف جنون المواصلات في الصين. تعال بقى أوريك أغرب وسائل المواصلات اللي موجودة في الصين وفي اليابان. والطريقة اللي قدامك دي طريقة بدائية جدا، بيعملوا مراكب من الخشب أو الخيزران، وزي ما انتوا شايفين الناس بتتنقل بيها وبكل بساطة. واللي لازم تعرفوا إن طوف الخيزران ده مش مجرد أعواد مربوطة وخلاص، ده تصميم هندسي عبقري بيعتمد على إن السيقان البامبو مجوفة من جوه ومليانة هواء، وده بيخليها مستحيل تغرق حتى لو شالت أوزان تقيلة. والسر في استخدامهم للبامبو الأخضر بالذات إنه بيفضل مرن وقوي، لدرجة إنه بيعيش معاهم سنين في المية من غير ما يسوس أو يتكسر. وعلى رأي المثل يا سيدي، اللي يعيش ياما يشوف. لفينا النهاردة من زحمة الهند لهدوء الصين، وشفنا إن العالم ده مليان أسرار أغرب من الخيال. لو عجبك الفيديو ده ومستني نلف العالم سوا في الرحلة الجاية، ما تنساش بقى اللايك المتين وتكتب لي في التعليقات إيه أكتر حاجة في اللي شفناهم النهاردة وقفت عقلك. أشوفكم على خير وسلام يا بطل.